اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا النعم وتدفع عنا النقم، ونسألك سعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة. صباحكم رحمة من رب كريم، وبك أصبحنا يا الله. إن الخميس إذا أتاك فحيه كتحية المشتاق للمشتاق. إنعم به يوما تميز صبحه، جمع الهناء بأول الإشراق. يا مقسم الأرزاق، اقسم لنا في هذا الصباح من توفيقك ورضاك وغناك وتيسيرك لأمورنا، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا الله. أسأل الله أن يتوج صباحي وصباحكم بقلوب مبتهجة وهموم منفرجة وسعادة غامرة وصحة عامرة. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهار جديد، نعمة من عند رب العالمين، الحق فيه ولو جزء بسيط من أحلامنا. الشمس محلاها، حلو شبابك الدار الكل، خل تدخل الطاقة الإيجابية وتنحى الطاقة السلبية وتتفرهد نفسيتكم. وحطوا شوية قرآن في الدار، خاصة سورة البقرة فيها بركة عظيمة. حطوا شوية بخور، أخلوا جو ولو بسيط لرواحكم. تنجم تخرج تعمل مارش تتفرهد. هذوما خبيزات الشباتي اللي عملتهم المرة اللي فاتت معاكم. حبيت نعاود الفيديو على خاطر برشا ناس ما ركزوش مع نهارتها مع الخبز، ركزوا الأكثرية مع الكمونية. دونك حبيت نحي الفيديو وحده باش تثبتوا مليح كيفاش يتيق. والوصفات نحطها لكم في صندوق الوصف. سهل، هو ما فيه حتى شيرة. حطيت 3 كيلات فرينة، حطيت كاس حليب ومعاه خميرة متاع خبز، شوية سكر، وخليتهم يخمروا. من بعد فرينة زدتها فنجان زيت، شوية ملح، ومن بعد ما خمر الحليب والخميرة زدتهم على بعضهم وعجنتهم. مش عجينة جوست تلم معناها، ونخليها تخمر. وين خمرت قسمتهم كرات صغار خبيب زيت وخليتهم يعودوا يخمروا حكاية نص ساعة هكاك. يخمروا مليح باش نبدا تويكا نفطر فيهم بالكعبة بالكعبة. محلاها ريحة الخبز في الدار بصراحة، جربوها خاصة الصباح. بالنسبة لي أنا تفوح الدار. وديما الحاجة الزمنية راهو حدا قبل النساء الكبار كانوا يقوموا على الفجر ويعجنوا الخبز ويطيبوه، خاصة الخبز طابونة. احنا عنا في تونس معناها يعملوا خبز الطابونة فيه بنة غير عادية. كانوا قبل يفيقوا الأولاد ويفيق الراجل أنا ما تكون الأم صي معناها عجنة الخبز وطيبت وكل، يقوموا يلقاو كل شيء حاضر والريحة فاوحة في الدار. بصراحة كانت البركة متاع قبل وحدها. مازالت موجودة هي العادات هذه خاصة في الريف، تلقاها معناها مازالت ناس تقوم بكري برشا وطيب الخبز وتلقى عندها العظام العربي وكلك القاعدة هذيك متاع قبل والبركة هذيك متاع قبل قداش توحشناها. نحاولوا احنا باللي نقدروا تويكا نحاولوا نرجعوا ولو القليل القليل قليل. خذتنا الدنيا وستريس وتعب والكل، ولات العباد حتى كي تقوم على أعصابها معناها مش كيما قبل كانت ياسر الدنيا بسيطة. كانت العباد كانت تتلم قبل حتى على خبز وزيتون، خبز وزيت زيتونة، غرايف، حاجات هكا بسيطة. توحشنا ياسر الأجواء البسيطة هذيك. بربي شكون معايا في اللي نقول فيه معناها شكون يتوحشت كيف الأجواء هذيك، ونبعدوا على ضغط المدينة ونعيشوا شوية معناها في الطبيعة وناكلوا حاجات صحية. لازم نراو ساعة ساعة نهربوا من الواقع معناها. أنا بالنسبة لي أنا هذا الواقع معناها بتاع المدينة يتعب برشا معناها. لازمنا ساعات نهربوا نمشيو لبلاصة هكا كالم، فيها خضار، فيها أجواء هكا طبيعية، ونعيشوا صغارنا زاد الأجواء هذيك خاطر احنا عشنا فيها واحنا صغار. نعيشوا صغارنا باش يتفرهدوا ويعملوا جو ويعيشوا طفولتهم وينسيو شوية ضغط القراية خاصة في العطل. وتوا فرصة العطلة جاية اهربوا بصغاركم مشيوا للطبيعة، تنفسوا هواء نظيف، تفرهدوا، انساو ستريس ضغط. راهو باهي صحتكم النفسية والجسدية. وني وصلت بكم لآخر الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم، كنت خفيف الظل عليكم، والحمد لله حمدا مباركا فيه، ونهاركم زين.